تخيل تصحى من النوم الصبح، تفتح موبايلك، تلاقي رسالة بتقول لو ما حولتش الفلوس النهارده صورك كلها هتنزل على السوشيال ميديا. ده مش مشهد من فيلم، ده حصل فعلا وبيحصل كل يوم. فاكرين طالبة المنصورة اللي اتصورت بدون علمها في مكالمة فيديو، والمبتز هددها بنشر الصور لو ما دفعتش 20,000 جنيه؟ أو الشاب اللي في القاهرة اللي اتعرض للتهديد بنشر محادثات شخصية مفبركة علشان يسيب شغله ويدي بيانات سرية عن شركته؟ أو الناس اللي زي دي القانون ما سكتش عنها، لأن دي جريمة معاقب عليها بنص المادة 327 من قانون العقوبات. النص بيقول إن أي تهديد بنشر أمور تخدش الشرف أو الحياة أو تهديد بجريمة مقابل مال يساوي سجن لحد 7 سنوات. طيب، فاكرين قضية اليوتيوبر اللي اتفضحت واتنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ دي كانت جريمة ابتزاز إلكتروني. زي المهندس اللي اتقبض عليه بعد ما ابتز 5 بنات بنشر صور من حسابات مخترقة واتحكم عليه بالسجن. علشان كده في قانون خاص اسمه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللي المادة 25 منه بتقول إن أي حد بينتهك خصوصيتك أو يبعت لك رسائل مزعجة أو يستخدم صورك أو بياناتك بدون إذنك يتعاقب بالحبس وبغرامة توصل ل100,000 جنيه. علشان كده ما ينفعش تسكت، بلغ مباحث الإنترنت فورا. التأخير مش في صالحك والسكوت بيخلي المبتز أقوى. مفيش حد فوق القانون ومفيش جريمة إلكترونية ملهاش حساب. قول لأ للابتزاز وخلي صوتك أقوى من تهديداتهم. يبقى لو تعرضت لابتزاز إلكتروني ما تسكتش، قدم بلاغ فورا في أقرب اسم شرطة أو من خلال مباحث الإنترنت. السكوت بيشجع المبتز، والتبليغ بيحميك ويحمي غيرك. كلنا مسؤولين عن حماية بعض. خلينا نخلي الإنترنت مكان آمن. قول لأ للابتزاز، قول نعم للقانون. الابتزاز جريمة وسكوتك عليه مش حل.